إنه الرجل الأغنى في التاريخ، الحاكم المسلم الذي حكم إمبراطورية إفريقيا. كانت ثروته لا تعد ولا تحصى، تتجاوز ثروة جيف بيزوس وآيلون ماسك مجتمعين. قدرت ثروته بنصف تريليون دولار وتريليون دولار. إنه حاكم إمبراطورية مالي المسلم، الملك الأشرف الحاج مانسا موسى أبو بكر. حكم مملكة مالي لمدة 25 عاماً. كانت مالي وقتها المركز الإسلامي الأبرز في العالم، في وقت كانت تسمى بالعصور المظلمة. كانت المملكة الإسلامية الإفريقية في أوج نجاحها، تبهر العالم بذهابها وعلومها وتقدمها. وحينما وصل موسى إلى الحكم، تألقت المملكة وسيطرت على مناجم الذهب في إفريقيا، لدرجة أن الذهب وقتها بسبب عطايا موسى وهداياه للعالم الإسلامي انخفض سعره 10 مرات. أما ذهب موسى فإنه لم ينخفض بسبب نقائه وجودته الشديدان. فكان ذهب موسى حلم المهاجرين والطامعين في الثروة، لدرجة أنهم كانوا يسافرون لمدة 6 أشهر من أجل الحصول على أنقى ذهب في العالم. ولكن قصته حينما ذهب إلى الحج هي الأبرز، بسبب ثرائه الفاحش وعطاياه التي لا تصدق. بدأت رحلته للحج عام 1424 واستمرت لأكثر من عام. كانت تتكون قافلته وحاشيته من 60,000 شخص، 12,000 خدم وعاملون وحيوانات وبشر، من طباخين وحرفيين وأطباء وغيرهم. كانت القافلة بها 100 جمل، يحمل كل جمل فيهم 200 رطل من الذهب الخالص. كان يوزع الذهب على الفقراء والأهالي بكل قرية أو مدينة يدخلها، يبني مسجدا ويحفر بئرا. وبسبب تدفق الثروة الهائلة للشرق الأوسط، فجأة انهار سعر الذهب في الشرق الأوسط بالكامل، وكادت تصاب بأزمة اقتصادية، لتكون أول مرة في التاريخ أن يتحكم باقتصاد العالم والشرق الأوسط والذهب رجل واحد. ليقوم موسى بشراء الذهب من جديد بفوائد عالية، في محاولة لإنقاذ دول الشرق الأوسط من الأزمة الاقتصادية، ويرتفع سعر الذهب من جديد بعد أن اشتراه. وحينما ذهب إلى الحج وزع الطعام المجاني والهدايا لمدة شهر كامل على كل الحجاج. فكانت الموائد اليومية منتشرة في جميع أنحاء مكة، والمحلات التجارية توزع منتجاتها مجانا على حساب مانسا موسى. بل إنه كان يعطي للعائلات أثناء الحج كما طائلا من الهدايا تعوضهم عن سفرهم لشهور طويلة. وحينما بدأ رحلته في العودة إلى مالي، قرر أن يبني مدرسة في كل مدينة يزورها، ويتبنى اليتامى والمشردين ويضمهم لقافلته ليعملون في بلاطه الملكي، حتى أصبح مانسا موسى كحلم للجميع يتمنون مقابلته أو رؤيته، ليسيطر اسمه كأغنى بشر في التاريخ، بالإضافة لخلقه وإحسانه الذي لم نره في أغنياء العالم سابقا أو الآن.